السلام عليكم واهلا بكم طلبة وطالبات الصف السادس ابتدائي في فيديو جديد من فيديوهات قناة بوابة العلوم. النهاردة بإذن الله مع بعض يا سنة ستة هنحل تدريبات كتاب سلاح التلميذ على الدرسين الأول والتاني في المفهوم التاني. تعالوا بينا نشوف التدريبات موجودة في كتاب سلاح التلميذ في صفحة 50. يلا بينا نبتدي مع بعض حل التدريبات. السؤال الأول: ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات. والعبارة رقم 1: بينخفض ضغط الهواء الجوي كلما ارتفعنا لأعلى عبر الغلاف الجوي. طبعا العبارة دي هتكون عبارة صح لأنه فعلا الضغط الجوي بينخفض كلما ارتفعنا لأعلى. أما بقى العبارة اللي بعدها رقم 2: بتحدث ظاهرة ظل المطر عندما يواجه الهواء الجاف سلسلة الجبال. طبعا العبارة دي عبارة خطأ، ده لأن ظاهرة ظل المطر دي بتحدث عندما يواجه الهواء الرطب سلسلة الجبال، فهنعمل كده خطأ. أما بقى رقم 3: رمال الشاطئ بتكون أكثر دفئا من ماء البحر خلال الليل. طبعا العبارة دي هتكون عبارة خطأ لأنه الرمال بتفقد الحرارة بسرعة، فعشان كده الرمال بتكون أكثر برودة من ماء البحر خلال الليل. أما بقى رقم 4 والعبارة الأخيرة: الرطوبة هي كمية بخار الماء الموجودة في الهواء. فطبعا العبارة دي صح، فعلا الرطوبة هي كمية بخار الماء الموجود في الهواء. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال التاني واللي بعنوان اختر إجابة الصحيحة. تعالوا بينا نشوف العبارات. بيستخدم المزارعون جميع ما يلي للتكيف مع تحديات زراعة الصحراء. عشان المزارعون يقدروا ان هم يزرعوا الصحراء، بيستخدموا طرق للأمر ده ما عدا حاجة واحدة: توربينات الرياح ولا الأسمدة ولا محاصيل بتتحمل الجفاف ولا السدود. طبعا الإجابة أو العبارة الصح هي السدود. طبعا أكيد مش هيستخدموا السدود لأن السدود دي بتستخدم أما يكون في ماء كتير، والصحراء أصلا فيها ندرة في الماء. أما بقى العبارة رقم 2: بتشاطئ في يوم حار لأن الرمال نقط من الماء. طبعا احنا بنحس ان الرملة بتكون سخنة جدا لما بنروح الشاطئ، والمية متبقاش سخنة بالشكل ده، مع ان الاتنين أشعة الشمس موجهة ليهم. طبعا الإجابة إنه عشان الرمال بتسخن أسرع من الماء. أما بقى العبارة رقم 3: المرحلة اللي بيعتمد فيها خبراء الأرصاد على أدوات القياس لدراسة الأحوال الجوية، هي الربط بين الأشياء ولا تحليل البيانات ولا تمثيل البيانات ولا جمع البيانات. طبعا الإجابة الصحيحة هو إنه في مرحلة جمع البيانات بيستخدم خبراء الأرصاد أدوات القياس. أما بقى العبارة رقم 4 والأخيرة معانا: بيستخدم نقط في تحديد حجم وسرعة هطول الأمطار. عشان أحدد سرعة وحجم هطول الأمطار بستخدم إيه؟ طبعا الإجابة الصحيحة إننا بنستخدم الرادار. كده نكون انتهينا من حل السؤال التاني في التدريبات. تعالوا بينا بقى دلوقتي ننتقل للسؤال التالت، والسؤال التالت عبارة عن بنك من الكلمات وعايزني استخدم البنك ده عشان اكمل العبارات. تعالوا بينا نشوف الكلمات: البارومتر، القمر الصناعي، الانيمومتر، والترمومتر. بيستخدم نقط في قياس درجة حرارة الجو. انا بستخدم ايه عشان اقيس درجة حرارة الجو؟ طبعا بستخدم الترمومتر، فهنكتب هنا كده مكان النقط ترمومتر. أما بقى رقم 2: بيقيس نقط مقدار القوة اللي بيؤثر بها الهواء على البيئة المحيطة. طبعا اللي بيقيس مقدار القوة اللي بيأثر بيها الهواء هو البارومتر. أما بقى رقم 3: بيستخدم نقط لحمل أدوات قياس الأحوال الجوية من ارتفاعات مختلفة. طبعا الإجابة الصحيحة هتكون القمر الصناعي. أما بقى العبارة رقم 4 والأخيرة معانا: بيمكن قياس سرعة الرياح باستخدام نقط. طبعا عشان أقيس سرعة الرياح أنا كده محتاجة إن يكون عندي جهاز الأنيمومتر. كده احنا بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الثالث في التدريبات. تعالوا بينا بقى دلوقتي ننتقل للسؤال الرابع. اكتب المصطلح العلمي لكل منهم. رقم 1: علم دراسة الطقس وكيفية التنبؤ بيه. يعني ايه او ايه هو المصطلح اللي بنوصفه بانه علم دراسة الطقس وكيفية التنبؤ بيه؟ طبعا المصطلح هيكون هو علم الارصاد الجوية. تعالوا بينا يلا نكتب كده: علم الارصاد الجوية. اما بقى التعريف اللي بعده: وزن عمود الهواء فوق منطقة ما.
طبعا وزن عمود الهواء ده هو التعريف الخاص بالمصطلح الضغط الجوي. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل السؤال الرابع. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال الخامس والأخير معانا. السؤال الخامس ده بعنوان لاحظ الصورة التي أمامك ثم اختر. جايب لي صورة لجبل، وطبعا الصورة دي الرياح بتخبط في الجبل من الاتجاه ده، وعايزني اختار للعبارات دي الإجابات الصحيحة مما بين قوسين. تعالوا بينا نقرأ العبارات ونشوف الإجابات. رقم 1: جانب الجبل الذي سينمو فيه النباتات بكمية أكبر. رقم 1 ولا 2؟ النباتات هتنمو بكمية أكبر، يعني معنى كده إنه هيكون في توافر في الماء، لأنه كل ما الماء زاد كل ما كانت النباتات بتنمو بشكل أكبر. فمعنى كده إنه الجهة اللي هيكون فيها نباتات هي الجهة اللي هتكون عند المطر أو مواجهة للمطر. طب هي أنهي جهة المواجهة للمطر؟ الجهة رقم 1 ولا الجهة رقم 2؟ طبعا الإجابة الصحيحة إن هي هتكون الجهة رقم 1. أما بقى السؤال اللي بعده فهو بتتكون منطقة ظل المطر عند جانب نقط من الجبل. منطقة ظل المطر دي بتكون موجودة في الجانب الرطب ولا الجانب الجاف؟ أنهي جانب الرطب وأنهي الجانب الجاف أصلا من الجبل يا سنة ستة؟ طبعا الجهة المواجهة للأمطار والرياح دي بنقول عليها الجهة أو الجانب الرطب من الجبل، والجهة التانية اللي بتكون بعيدة عن الأمطار وبعيدة عن الرياح دي بنقول عليها الجانب الجاف من الجبل. طبعا منطقة ظل المطر دي أكيد هتكون المنطقة اللي ما فيهاش مطر، يعني معنى كده إن هي هتكون المنطقة اللي عند الجانب الجاف من الجبل، يعني معنى كده هنختار رقم 2. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل السؤال الخامس والأخير. السؤال في تدريبات كتاب سلاح التلميذ، تدريبات على الدرس الأول والتاني في المفهوم التاني. طبعا التدريبات دي موجودة في صفحة 50. بتمنى طبعا ان الفيديو يكون مفيد ليكم يا سنة ستة، وإلى اللقاء في الفيديو القادم بإذن الله.